يا مساء الفل والهنا، معاكم مطبخ جيهان زهران. جبت لكم النهارده وصفه جديده باجنحه الفراخ. هتغنينا عن الكنتاكي. بس قبل ما نبدا نسمي الله وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعضينا. دلوقتي انا معايا هنا الاجنحه ديت. هوريها لكم. انا قسمها 2، قسمه النص ده لوحده والنص التاني لوحده عشان تستوي بطريقه كويسه في الزيت. انا محضره هنا 3 معالق دقيق، هنزل بيهم كده. محضره معانا ملح وفلفل وبهارات، 7 بهارات او بهارات فراخ اللي عندك. هنزل كده 3 معالق كبار من الخل، ادي 1 2 3 4. عندي هنا العسل الابيض، هاخد معلقه كبيره بس نفتحه كده. مفيش عسل ابيض هنروح عاملين هنحط سكر. هنحط ايه؟ هنحط سكر. الفراخ دي هتقعد في التتبيله من امتى؟ هتقعد في التتبيله لا اما من بالليل، عايزين تعملوها من بالليل، عايزين تعملوها في نفس اليوم تقعد ساعة او نص ساعة حسب ما انتوا بقى مستعجلين او مش مستعجلين. انا هاخد معلقة اهي، المعلقة بتاعت العسل الابيض، هندعكهم كده ببعضيهم. انا هقعدها ساعة، ندعكها كده. طبعا انتوا بتظبطوا الملح بتاعكم. اهو ادعكوها كويس، سيبوها بقى لمدة ساعة من بالليل اللي يريحكم، وبعد كده هتتقلي في الزيت. خليكوا تابعوني وشوفوا انا هعمل ايه، ولايك لمطبخ جيهان زهران من فضلكم. كده بقى انا هدخلها في التلاجة وبعد شويه ارجع لكم. دلوقتي بقى الاضافه دي انا ما قلتهاش عشان هي مش اساسي في الوصفه. انا هحط منها معلقه بافلو واقلبها. احنا قلنا ايه؟ اللي ما عندهوش مش لازم، واللي عنده صويا صوص يحط، اللي مش عنده مش لازم. هي الوصفه بالمكونات اللي انا قلتها الاساسيه الاولانيه. ودلوقتي بقى بعد ما قعدت التتبيله ساعه، احنا جبنا دقيق وحاطين الزيت على النار. دلوقتي احنا هناخد من الاجنحه، هنبدرها كده. هبدرها كلها وهنزل بيها على ايه؟ على الزيت. وبعد ما الزيت بتاعنا سخن هننزل كده بالاجنحه اللي هي الجزء اللي فوق الاول كلها، تاخد سوا واحد. في ناس هتقول ممكن نعملها بالدبابيس. اللي مدياني الوصفه انا سالتها برضك نفس السؤال دوت، قالت لي لا، الاجنحه احلى من الدبابيس. اهو نزلت بالجزء اللي من فوق خالص، الزيت كده هو تتشمع، وبعدين نوطي عليها سيكه يعني. هي مش بتاخد وقت على النار. ودلوقتي بقى انا بقلبها بس بالراحه، انتوا ما تجوش ناحيتها اول ما تحطوها عشان الدقيق بتاعها ما يفكش. تقلبوا كده اهو، تقلبوها. قلبتوها خلاص، تروحوا موطين بس عليها شويه.
مغطيه. تكمل بقى سواها، وبعدين قبل ما تستوي نروح معلقين كمان النار تاني عليها، وبالراحه كده ناخد الجوانب دي بالراحه خالص، نشيلها عشان الزيت بتاعنا ما يسودش بسرعه اهي. دلوقتي بقى احنا خلصناها، جربوها هتعجبكم قوي والله. مش كلام، انا اتبهرت بيها لما اكلتها وخدت الطريقه وعملتها في بيتي. وعملنا جنبها بقى شويه مكرونه محمره، اللي عايز يعمل مكرونه يعمل، اللي عايز يعمل رز بالكبد والقوانص، اللي عايز يعمل رز ابيض، رز بالخضار، عندكم افكار اهيت اعملوها جنبها. ولايك لمطبخ جيهان زهران، وباي باي.